بصوا يا ولاد كده العيش خمر خلاص، كنا سايبينه في الشمس. بعد كده هنقلبوه ونخلوه ياخد يشف بس الرده دي على بال ما نولع الفرن والفرن تسمى. عارفين يعني تسمى؟ يعني تسخن على الاخر عشان العيش يستوي ما يعدنش. ارجع لكم تاني. بص الدخانه اللي طالعه من ورايا هتزعبر دلوقتي. عارفين يعني ايه هتزعبر؟ وادينا هنحضر العوده اللي هنشق بيها العيش. وعندنا هنا دي فروده عليها البيضه عادي شويه هتبيضها. هروح ابيضها لها غصب عنها زي ما كنت عامل زمان. كنت اجيس الفروده الاقي عليها البيضه اولدها غصب عنها. امتى هتبيضي قدامي دلوقتي؟ ماليش دعوه بيضي. بصوا يا اولاد دي مرحله الشقيقه. هنعمل العيش كده اهو عشان لما يدخل الفرن هوريكم هيبقى عامل ازاي. وشقيقك يبقى متساوي، ما بقاش زي نبش الفراخ، عشان تبقى ست بيت شاطره كده وربنا يسهل لك وتطلع من بيت ابوك يغوروكي على بيت جوزك. وكده يا ولاد بعد العيش ما دخل الفرن